بالتنسيق مع مقاطعة سيدي البرنوصي أبت منظمة طالع أطفال المغرب فرع سيدي البرنوصي، وجمعية الشعلة كذلك فرع سيدي البرنوصي، جمعية المواهب فرع سيدي البرنوصي، الهلال الأحمر المغربي بسيدي البرنوصي، تنظيم ملتقى السلامة الطرقية احتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير. هذا النشاط كيتضمن واحد المجموعة من الفقرات ومن الورشات، من ضمنها فقرة ورشة الرسم التلقائي وورشة المعامل التربوية وميني سيركويت باش نحسوا الناشئة بمخاطر الطرق والتحسيس بأهمية وتوعية الطريق. اليوم بطبيعة الحال كنعرفوا واحد الاحتفال مع الجمعيات، جمعية المواهب وجمعية الطلائع وجمعية الصداقة لاختتام الأيام ديال التحسيس السلامة الطرقية. بطبيعة الحال الهلال الأحمر المغربي شارك مع هذه الجمعيات ومؤسسات أخرى طيلة هذا الأسبوع في التوعية ديال التلاميذ المؤسسات والساكنة ديال البرنوصي من أجل رفع مستوى الوعي باستعمال مخاطر الطريق. في اطار البرنامج الشهري ديال جمعيه الشعله للتربيه والثقافه فرع سيدي البرنوصي، وختاما الانشطه اللي دازت على طول شهر فبراير، ارتئينا ندير واحد النشاط لفائده الاطفال ديال ساكنه سيدي البرنوصي، اللي هي عباره عن ورشات ديال الرسم واعمال يدويه. وكما كتلاحظوا الشتاء امطار الخير اللي اضطرينا نوقفوا النشاط من خلالها، ولكن قدرنا نوصلوا واحد الرساله اللي هي كتمحور حول السلامه الطرقيه، هي تربيه وسلوك ومجموعه من القوانين اللي كتطبق في الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تربوية مواهبية لجميع الإخوان الحضور ديال الجمعيات وممثلي المجتمع المدني. هذه التظاهرة بالساحة عمومية بحي طريق تأتي في إطار الاحتفالات بتخليد 18 فبراير يوم السلامة الطرقية، واللي عرف تنظيم مجموعة من المورشات شاركت فيها وساهمت فيها الأطر ديال الجمعيات التالية: منظمة الطلائع، جمعية الشعلة، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، وبطبيعة الحال الهلال المكتب الهلال الأحمر المغربي. واللي كاين هنايا ممر مصغر للاستفادة من التربية والسلامة الطرقية من حيث من ناحية تطبيقية.